السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقاء البرية في كل مكان. مرحبا بكم في القناة بفيديو جديد. في هذا الفيديو راح نحكي على الموضوع الرائج هذه الأيام، واللي هو ترند في هذه الأيام في مواقع التواصل الاجتماعي، سواء فيسبوك ولا تيك توك ولا حتى بعض القنوات، اللي هي الرسومات الموجودة على خرائط جوجل، واللي اكتشفها أحد الأشخاص صدفة وقام بنشرها في مواقع التواصل، فانتشرت كالنار في الهشيم، وأصبح الناس كلهم يتساءلون على معنى هذه الرسومات. كما تلاحظون هي رسومات مختلفة وتشمل مساحة كبيرة في منطقة عين صالح في الصحراء الجزائرية. كما تلاحظون فيها رسومات كثيرة، منها رسومات برمز الأمازيغ ومثلثات ودوائر وحتى رموز يابانية، لكن لا أحد أعطانا التفسير الحقيقي لهذه الرموز. كل شخص كما يتكهن كما يريد، وهناك من يقول رسومات الحضارات القديمة مثل رسومات التصيلي، وهناك من يقول رسومات الفضائيين، وكل شخص يفسر حسب هواه وحسب ثقافته وحسب معتقداته. ولما نذهب إلى خرائط جوجل نجدها حقا موجودة، ها هي كما تلاحظون مثل ما نشروها. وهناك من يتكهن ويقول أنكم قمتم بالتعديل فقط على الصور. يا أخي، هناك إحداثيات، ادخل الإحداثيات سترى الصورة بعينيك. إذا كنا نحن مثلا نتلاعب بالصور ونضيف ونعدل في الصور، خرائط جوجل لا يمكن لها أن تضع هذه الصور هكذا يعني لتسلية. هي صور مصورة تلقائيا من القمر الصناعي، ولكن بعد البحث وجدنا مصدر هذه الصور ومعنى هذه الصور. كما تلاحظون هي ورشات فنية على امتداد الطريق الرئيسي العابر للصحراء، وهذا أنجز في سنة 2017، ممول من الاتحاد الأوروبي. كما تلاحظون هذه الصور. فرغ مشروع ممول من قبل الاتحاد الأوروبي من الرحلة قطع خلالها 2000 كيلومتر على امتداد 5 أسابيع من الجزائر العاصمة وصولا إلى تمرست، مرورا ب5 مدن باتباع أقدم مسار القوافل تعرفه الجزائر، للربط بين الشمال والجنوب والاطلاع على مختلف الثقافات وواقع تلك المحطات. وها هي القصة كما ترون، يمكنكم قراءتها. سأضع لكم الرابط هنا أسفل الفيديو، وهنا ثم حل لغز هذه الصور، وهي صور حقيقية منجزة حديثا منذ 2017 في صحراء الجزائر، وبالضبط بتمرست بعين صالح ضمن مشروع الفن الأرضي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.